السوشيال ميديا ولعانة بالمقابلة يلي عملها فؤاد جنيد. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وتعالوا نبلش. لأول مرة منشوف فؤاد جنيد عم يحكي عن بعض التفاصيل بحياته وشو سبب الخلاف بينه وبين الشامي. سأله المذيع: انت ابتعدت عن الشامي لأنه نكر مساعدتك لإله، فكان جوابه لفؤاد: لا أبدا، هو قرر يشتغل برا وأنا كمان اشتغلت برا، فما في خلافات بيني وبينه. على الصعيد العملي ابتعدنا عن بعض، أما على الصعيد الشخصي نحن ما بعدنا عن بعض، ولأنه على الصعيد الفني هو عنده خيارات تانية وأنا كمان كان عندي خيارات تانية ونجحنا وتوفقنا. وسأله كمان عن الموضوع تبع النسكافيه يلي نشر الشامي، اللي اتهموه البعض انه عم يلطش كلام على بيسان وفؤاد جنيد، لكن قال: ما بعرف، لازم تسألوه للشامي، أنا ما بعرف شي. وكمان سألوا على غنية علاش، كمان إنه أنتوا كنتوا عم تلطشوا كلام على الشامي إنه هو باعك وخانك. صار يقول: لا، ما في هيك شي، نحنا غنينا غنية طبيعية وما كنا بنقصد الشامي أبدا أبدا. وقال كمان: يعني حتى إذا الشامي كان قاصدنا بموضوع النسكافيه فعادي، أنا كتير بحبه للشامي، حبه حنان. وكمان سألوا المذيع عن علاقته ببيسان إسماعيل. الظاهر إنه علاقتهم جدا قوية ومتينة، لأنه بيسان ما بتروح له تعبه على الفاضي وبتضل بكل مقابلة بتذكر اسمه وبتعطيه أهمية، وهذا الشي شكله مبسوط فيه فؤاد جنيد كتير كتير، لأنه هو ركز على هذا الموضوع وقال: بيسان بتطلع وبتشكر اللي بيحط إيده بإيده، وبيسان أكابر وبنت أصل. هيك حكى عنا فؤاد جنيد. وكمان قال في أغاني على الطريق، ممكن بعد شهرين هيك شي رح يعلنوا عن غنية جديدة. الصراحة أنا بحس بيسان إسماعيل من دخلت بالشغل مع فؤاد جنيد تغيرت وصارت تشتغل بشكل أفضل، وصارت بتحسوها عن جد فنانة وعن جد مطربة وعم تعطي الغناء حقه. وفي إشاعات كتير 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 على موضوع ارتباط بيسان وفؤاد جنيد، لكن هن حاليا ما حدا منهم طلع وصرح عن هذا الشيء. لكن في ناس شفتوا ان العالم كيف بتحب تعمل مونتاجات وهالقصص كتير عم يزبطوهم مع بعض وعم يلقطوا لهم لقطات بيسان بتكون عم تضحك معاه ومن هذا الكلام، لكن لحد الآن ما في هيك شي. إن شاء الله يا رب الله يختار لها الخير لبيسان. فؤاد جنيد شاب مرتب ونحن موافقين عليه. انتو شو رأيكم بهذا الحكي؟ وهل بتحسوا فؤاد جنيد والشامي ما في بيناتهم خلافات ولا بس هيك عم يحكي؟ في البداية رح نحكي عن نجاح بيسان إسماعيل وتكريمها بجائزة الموركس دور. والبعض صار يقول إنه الشامي غار منها ومزعوج لأنه هو ما تكرم، لكن الشامي السنة الماضية تكرم بنفس الجائزة. لكن الفانزات عطول بيحبوا يعملوا مشاكل بين هالفنانين ويعملوا شوشرة ومشاكل عم تخلي بيسان والشامي عطول في بيناتهم حرب. وبحفلة التكريم سألوا والدتها لبيسان إسماعيل شو هي العراقيل يلي تعرضت لها بيسان خلال رحلتها الفنية، وقالت عراقيل كتير كتير. وسألها المذيع هل هي عاطفية أو من هذا الكلام، قالت له: لا، هاي بس تجارب ممكن تمر فيها أي بنت بعمرها، بعمر المراهقة. وسألها كمان شو لازم تكون مواصفات فارس أحلامها لبيسان، وقالت له يكون ابن حلال وطيب، وأهم شي يكون قد المسؤولية، مش بس يخطب ويلا على التوكل، لا، لازم يكون مؤسس حاله وابن حلال. وكررت كلمة قد المسؤولية أكثر من مرة وأكدت عليها كتير، فالبعض صار يقول إنه هذا كلام ورسالة مبطنة لمحمود ماهر. انتو شو رأيكم بهذا الكلام؟ هل بتشوفوا عن جد والدة بيسان عم توجه رسالة مبطنة لمحمود ماهر؟ وبننتقل لأخبار عائلة البيوتي ونارين والمنتج يلي عم تجهز له، ورح يتم الإعلان عنه بتاريخ 30/9 هذا الشهر، يعني بعد أسبوع على التمام. مثل ما بتعرفوا هي عملت سلسلة قبل ما
تعلن على المنتج، ولحد الآن الناس صايبها فضول وما بيعرفوا شو هو البراند يلي عم تعمله وعم تجهز له أو بخص شو. وكمان البعض اتهمها لنارين انه هي سارقة غنية شاكيرا اللي غنتها، لانه في بعض الناس فكروا نارين بيوتي هي اللي عاملة هاي الغنية، لكن هاي الغنية مش هي اللي عاملتها، هي غنية لشاكيرا كانت عم تغني فيها القارة الأمريكية، لكن اتهموها لنارين بيوتي إنه هي سرقت لها فكرتها وغنيتها. ما بعرف انتو شو رأيكم بهذا الموضوع؟ أنا ما بشوف إنه الموضوع سرقة أو هيك شي، لا بالعكس هي عملت عليها تعديلات وغنتها بطريقتها. يعني لو كانت سرقتها يعني كلياتكم تعرفوا شاكيرا أشهر من نار على علم، فمش من المعقول إنه نارين تروح تسرق لها غنيتها، إنما هي حبت تعمل ترند على طريقتها الخاصة. أنا هيك بشوف. انتو شو رأيكم بهذا الموضوع؟ ومننتقل لروان بن حسين اللي على الأساس هاي الفترة كان لازم تطلع ويتم الإفراج عنها من الحبس بعد فترة 6 أشهر، لكن مع الأسف تمدد حكمها لمدة سنة إضافية بسبب تعديها على إحدى الموظفات داخل الحبس. فهذا الشيء عمل لها كارثة مع الأسف، ومددوا لها سنة إضافية. ما بنعرف حاليا شو وضعها لروان بن حسين داخل الحبس. الله يكون بعونها يا رب، والله يصبرها ويتم الإفراج عنها بأقرب وقت. وكمان تسربت لها صورة من داخل الحبس، الناس هيك عم تقول، ما بعرف إذا هذا الكلام صح أو لا، لكن رح أحط لكم إياها، خلونا كلياتنا نشوفها. ومننتقل لخبيرة التجميل جويل مارديني اللي تم سرقة منزلها بفرنسا. وهي مش أول مرة جويل بتتعرض للسرقة، إنما هي يمكن المرة الثالثة، والحرامية عرفان شو يسرقوا لها وآخدين أغلى قطع عندها بالبيت، ما نمخلين ولا شي، ما نمخلي لها ولا شنطة ولا نظارة، حتى التليفونات والآيبادات اللي كانت موجودة بالبيت كمان أخدوها. ومش بس جويل تعرضت للسرقة بفرنسا، إنما كمان الدكتورة يومي كمان تعرضت من كذا سنة للسرقة كمان بفرنسا، وأخذوا لها كل شي ساعات وشناطي، وأخذوا لها أشياء كتير وكتير، وقتها صارت ترند على السوشيال ميديا. أنا بحس من وراء السوشيال ميديا وقد ما هاي العالم بتصور يومياتها، أكيد في ناس عم تتابعهم من هاي الفئة اللي هن عصابات، وقت اللي بيعرفوا انه هن طلعوا من البيت فبروحوا بيسطوا عليه وبيسرقوا لهم كل شيء موجود بالبيت. فالسوشيال ميديا يعني في ناس معتمدة عليها بسبب العمل انه يعملوا مصاري، لكن من طرف تاني عم تجيب لهم مصايب. وهذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة، ويلي بيطلع له زر التشجيع لا تنسوا الضغط عليه.